لقيت الطبطبة. مساء الخير. مساء النور يا بنات. لو سمحت عايزين مدام فريدة أو الأنسة شيرين. اتفضلوا هتلاقيهم جوه. يا استاذ سعيد، البنات بيسالوا على المدام. تعالوا قربوا كمان. بس عايزين ايه؟ عايزين المدام فريدة أو الأنسة شيرين. أنا الضابط سعيد، رئيس المنطقة دي كلها. أوكي؟ اتفضل. قبل ما تدخلوا لازم أفتش شنطكم عشان أشوف إذا كان فيها مخدرات ولا لأ. شنط إيه حضرتك؟ على فكرة أنت بتتكلم مع ناس ولاد ناس على فكرة. كلهم في الأول كانوا بيقولوا إن هم ولاد ناس، لكن في الآخر طلعوا أناناس. هفتش الشنط قدامي. ايه ده؟ بقول لك ايه، المكان تحفه قوي. معقوله ده ب 300 جنيه بس؟ بقول لك ايه، احنا لو لقينا اوضه فاضيه نقول لصفاء ورشا. صفاء ورشا إيه؟ إحنا هنعمل جمعية. بقول لك إيه، أنا مش مستريحة، المكان ده فيه إمنا. ايوه عندك حق، لازم نجرب الاول. بس برضه المكان تحفه قوي. مش متفقة. شمال يمين شمال يمين شمال بس ستوب. انت هنا، ستوب انت هنا. استلمي حضرتك بنتين جداد بدل اللي اتحرقت واللي اتشنقت. ايه ده؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمه. سعيد امشي انت دلوقتي. لا اسمحي لي، انا مش همشي غير لما اشوف شغلي. البنات دي لازم شنطهم تتفتش، مفهوم؟ وفي نفس الوقت لازم يكتبوا على نفسهم تعهد، لو عايزين ينتحروا يروحوا ينتحروا في وسط اهاليهم. احنا مش ناقصين مصايب هنا. سعيد امشي انت دلوقتي. انا هدخل اتعشى، بس اخرج الاقيهم كاتبين التعهد وحضرتك مفتشه الشنط دي. عن اذنك. حضرتك إحنا كنا حاجزين أوضة باسم نسمة وميرفت. انتوا نسمة وميرفت؟ أيوة. احنا قريتوا تعليمات الدار؟ قريناها حضرتك وموافقين على كل حاجة. هتمضوا؟ هنمضي. تمام، تعالوا عشان اوريكم الغرفة. اهلا 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 وسهلا. مدام فريدة مامتي. فين ام شهاب تطلعهم اوضتهم؟ انا اللي هطلعهم. ها؟ يلا يا بنات. ربنا يستر بقى. خالتي ايه انت كمان؟ ايه رايك في شويه الصور اللي بعتهم لك على الواتس؟ لا مفتح يا واد، بعت لي 50 صوره وهي قاعده على الكرسي في الجنينه. وهي راحت حتى وانا ما صورتهاش. بس سيبك انت اعتمدتي على راجل. يا سلام. امال ايه؟ بقول لك ايه؟ في بنتين جم بدل اللي اتحرقت وكده. ايه اللي بتقوله ده؟ ايوه بس والله الخوف كله ان هم يغرقوا في الحمام. ولا انا مش ناقصه غرموش هش 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 هش. لك وجع. هناء كفايه عياط. انا كل ما اشوفك بتعيطي قلبي بيتقطع. بس انا صعبان عليا قوي يا حبيبي. اذا كان هي ما صعبتش على نفسها وانتحرت. لا يا حبيبي، هي مستحيل تكون انتحرت، بس انت ما تعرفهاش. دي واحده كانت بتحب الحياه وطول الوقت بتضحك. ازاي بس ما كانش باين عليها اي حاجه للاكتئاب دي؟ على فكره اغلب اللي بينتحروا ما بيبقاش باين عليهم اي حاجه. مش عارفه بس يا احمد انا بصي، من غير بس ان انت تفضلي في الحزن ده غلط عليك. في فيلم حلو قوي في السينما انا عازمك عليه. احمد مش وقت، والله يخليك. ما فيش مش وقته. انا عازمك على السينما.
يلا يلا. ايوه يا مدام، عايزه ايه؟ عايزة شيري. يا حلوه، انتي مش مصريه يا قطه؟ لا أنا مصرية. لا انا اول مره اشوف واحده تتكلم مصري بالشكل ده، اكيد من دمنهور. You talk too much. يا نهار اسود، انت ملبوسه ولا ايه؟ What؟ لا مفيش وات، في اديني البيبر. عايزة شيري. مفيش شيري، بطاقتك Oh my البيبر. goodness. لا ما جوزنستيش. عايزة شيري. لا. ايه ايوه دي باين لها ملبوسه عليها. خلاص كمان ايه؟ Stupid. ستيوبت. البت دي باينها حبتني. انت مهبب ايه هنا؟ لا انا عايز اعرف بقى ايه اللي بيحصل في المنطقه هنا. هو انتوا هتقلبوا المكان فندق وهتجيبوا اجانب وكده؟ ليه ان شاء الله؟ لا علشان اعمل حسابي. تعمل حسابك ازاي؟ لا اغير الهدوم الامن دي والبس هدوم تانية. تلبس ايه بقى؟ البس شورت وقط عشان لو اي واحده عايزه تنزل بسين انزل معاها. استيوبد. يرحمكم الله. انت كمان سكيوبت؟ بس انت خالتي ما تجوزليش. صباح الخير يا فندم. اتفضل يا استاذ رافض. ازاي نيلي تنتحر يا فندم؟ الفيلا دي في حاجه غريبه. انا متاكد من الكلام اللي انا بقوله ده. انت طلبت منها ايه بالظبط؟ بصراحه انا طلبت منها تدخل ايدة شيرين وتدور على اي حاجه ممكن تساعد بيها بنتي. انا شاكك ان شيرين دي بتتاجر في الاعضاء. بتتاجر في الاعضاء؟ ايوه يا فندم، والبنت قررت ان هي تساعدني، وانا طلبت منها ان هي تصور اي حاجه تخص بنتي جوه الاوضه. بصراحه اتصلت بيها اكتر من مره بعد كده، تليفونها لقيته مقفول. اتصلت بمروان قال لي الخبر، ما صدقتش. هي فعلا انتحرت. تقرير الطب الشرعي اثبت ده. معقوله يا فندم نيلي تعمل في نفسها كده؟ اكيد في سر. وهيفضل مدفون معاها. ادخل. صباح الخير. صباح النور. انا منى اعلام. وانا نسمه في تجاره. بصي، ودي بنت عمي ميرفت في تربيه القاهره. والله ده انا وهنا في القاهره برضو. ايه ده؟ لا بجد بتهزري؟ لا ده احنا نروح نيجي مع بعض بقى. لو تعرفوا اللي حصل اليومين اللي فاتوا في الاوضه اللي جنبكم. ايه اللي حصل؟ كانت فيها سماح طالبه طب جالها فيروس جلدي فمشيت، ونيلي طالبه صيدله انتحرت في اوضتها. يا نهار اسود، انتحرت ازاي؟ شنقت نفسها. استغفر الله العظيم يا رب، ماتت كافره؟ يا ستي محدش عارف ظروفها. والله دي كانت طيبه قوي وكانت بنت حلال، كانت زي القمر، بس احنا مش عارفين هي عملت كده ازاي. هي كتبت ورقه قالت ان هي انتحرت، زهقت من حياتها. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هي اي واحده تزهق من حياتها تنتحر؟ ده انا على كده انا ونسمه بقى ابطال. ده انا بنتي طول عمري من وانا في اولى ابتدائي بطلع الاولى، لولاش بس الثانويه العامه حسب الله ونعم الوكيل هي اللي ضيعت احلامي. ده انا كانوا متوقعين لي طب. ايوه فعلا عندها حق، وانا كنت شاطره في الرياضه قوي وكنت عايزه ادخل هندسه عشان اشتغل في شركه الميه اللي عندنا في البلد، وفي الاخر دخلت تجاره، ما انتحرتش يعني. والله لو كنت شفتها واتكلمتوا معاها استحاله تقولوا انها ممكن تنتحر في يوم من الايام. بقول لك ايه، انا قلبي اتقبض من ساعه ما سمعت كلامك دوت. صعبت عليا والله. عرفتي ليه هنا بقى؟ عرفتي ليه هنا السكن رخيص؟ انا مش فاهمه حاجه. هي فاهمه. بقول لك احنا هننزل نشتري حاجات، تيجي معانا؟ لا ميرسي قوي، انا شويه كده هنزل اتغدى. يلا بقى استأذنكم. اتفضلي اتفضلي. بتقولك انتحرت. هانت خلاص، واخيرا تبقى الفيلا بتاعتي، والمجنونه دي تحصل ابوها. غبيه زيه، كان اكبر عقبه في حياتي، ودلوقتي هي بقت العقبه الوحيده، لكن غرورها هو اللي هيوديها في داهيه. خليها، ما هو برضو كان مغرور ومتكبر وفاكر ان مفيش حد اذكى منه، لكن على مين؟
تحت امرك يا فندم. تؤمر بحاجه تاني؟ روح انت. اخرج انا اتغدى؟ ماشي يا ستي، عيشي. سلمي لي على احمد كتير. يا صباح الفل يا نجمة. صباح الورد. عاملة ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ أنا الحمد لله زي الفل. واخبار مسلسلك ايه؟ أهو ماشي تمام، ما تيجي معانا يوم؟ بجد انا نفسي قوي. طبعا ينفع، ما ينفعش ليه؟ معلش كنت عايز أسألك سؤال. اتفضل. ما تعرفيش نيلي عملت ليه كده؟ بصراحه مش عارفه، هو الموضوع غريب قوي. طيب عايز أقول لك إن مروان من ساعة اللي حصل نفسيته تعبانة قوي. كلنا نفسيتنا تعبانه، بس هنعمل ايه؟ بنحاول نهون على نفسنا. محدش عارف إيه اللي وصلها لده. للاسف لا، اصلنا مش اصحاب قوي، يعني بنتقابل كل فتره كده نسال على بعض نطمن على بعض، وهي عمرها ما اشتكت من اي حاجه. طب انا مش هعطلك بقى، انا هستأذنك، انا كنت رايحه اتغدى. لا لا لا، دي مش حاجة مهمة. أنت أصلا بنت حلال، أنا رايح أتغدى، تيجي معايا؟ طب ومروان مش هيتغدى معاك؟ مروان إيه دلوقتي؟ مروان أكيد اتغدى، ده أنا هعزمك على عزومة كشري إيه إنما بالكبدة، تعالي. يلا بقى. ماشي. ده كشري يعني. انا بموت في الكشري على فكره، بحبه وأنا جدا. أكتر على فكرة. انا مش عارف ازاي هي عملت كده. انا حاسس ان هي اتقتلت. بس ازاي؟ اتقتلت ازاي يا استاذ رأفت؟ صدقني الفيلا دي وراها سر خطير جدا. انا فضلت اطقص ورا الراجل اللي اسمه موسى دليل اللي اشترى الفيلا. اختفى ما ماتش. وفريده مش ام شيرين، دي مرات ابوها. وشيرين كان لها اخت تانية اسمها شريهان، اختفت هي وابوها. وصاحب الفيلا واحد اسمه شهاب، كان متجوز وعنده ولد وبنت، وامه كانت عايشه معاه. باعوا الفيلا واختفوا. شهاب في ايه؟ اصل في واحده شغاله في الفيلا اسمها ام شهاب، بس انا ما اعتقدش انها هي. مش هم كانوا اصحاب الفيلا؟ هم خدوا تمن الفيلا وراحوا منطقه تانية. بس الغريب ان شريهان وابوها اختفوا، بس ساب فريده عايشه مع شيرين، والاتنين عايشين مع بعض، والناس كلها عارفه ان دي امها. عشان كده دايما في مشاكل ما بينهم. انا مش هسكت غير لما اوصل للحقيقه، وخصوصا بعد اللي حصل لنيلي. الله يرحمها. طب انا مطلوب مني ايه يا استاذ رأفت؟ تساعدني. ساعدك ازاي بس؟ انا عايز اقول لك اليوم اللي انتحرت فيه نيلي، الله يرحمها، اليوم ده جت شيرين وقالت لي انت لازم تسيب الفيلا،
وانا بس كنت قاعد عشان مستني ابويا يرجع من السفر، وهو رجع. يعني انا دلوقتي ماليش مكان في الفيلا. طب والحل؟ انسه شيرين، عم ريحان جاب لحضرتك الطلبات اللي انت طلبتيها، وفي واحده اسمها صابرين عايزه تقابلك. مين صابرين دي؟ مش عارفه، بس هي معاها شنطه فاعتقد عايزه اوضه. طب سكنيها في اي اوضه، وقولي لها قوانين الدار. حاضر. اي اوامر تانية؟ شكرا. عفوا. ما صاحبش الفرافير حتى لو راكبين اتاري الدنيا اتاري ترابات. متشكره قوي يا عمرو على العزومه دي، انا فعلا كنت محتاجاها قوي. لا دي اقل حاجه عندي، كلت كشري وشربت عصير، اظن فل قوي كده. متشكرين يا سيدي على كرم اخلاق سعادتك. لا ده انا عشان بس لما تبقي نجمه كده تفتكري ان خيري كان عليكي. عموما يعني هبقى اعزمك عشان ما تقعدش تذلني تاني. يلا سلام. سلام يا استاذه، يا برنسيس. برنسس. اوكي. النجم كان فين؟ كان عندي تصوير يا سعيد. نجم يا ابني، نجم. عارف. بقول لك ايه، اعمل حسابك حنة ابن اختي الاسبوع الجاي، وانا قلت له ان انت جاي. والله يا سعيد اشوف جدول مواعيدي. لا ابوس ايدك، ده انا معشمهم. اقول لك على حاجه، حدد انت اليوم وانا هخلي حنة ابن اختي في اليوم ده. لا اذا كان بقى انا هحدد، تصبح على خير يا سعيد. وانت بالاهل يا نجوميه. مشينا صح مش عاجب. ايوه. والغلط مش سكتنا. يا سعده. على ايه بترفع الحاجب؟ هي شيرين فين؟ في اوضتها. الحقيقي يا خالتي، الحقيقي. في ايه؟ انا جوعت. الله يخرب بيت شيطانك، انت مش لسه واكل؟ انا بقالي ساعتين ما اكلتش يا خالتي، حرام عليك يا خالتي، انا بخترق على اجلكم بالساعات بره. حرام عليك، انا جوعت، انا جعان يا خالتي. خلاص اهمل، اسكت. ومش هاب؟ نعم. اعملي له طبق فته. هو ده الكلام؟ عيش بالميه. هو انت ليه مصممه ان انا فرخه يا خالتي؟ هش. قلت هش. حسبي الله ونعم الوكيل. انا باليوم جيت هنا وانا خسيت النص والله يا ابو شهاب. انا عايز سندوتش لحمه يا ابو شهاب. حاضر يا حبيبي، هعمل لك سندوتش لحمه. بجد؟ ربنا يخليكي ليا. روحي يا لا ما تروحيش، يلا اعمل لي السندوتش بسرعه. انتوا مش مستعجلين ولا حاجه؟ احمد بيقول ان الشقه خلاص جهزت، فليه نستنى؟ احنا بص لسه قدامنا على الشهر اسبوعين، وانا بكره جايه المنصوره، هو هيوصلني ويرجع، فلما نيجي نبقى نتكلم. هم يا حبيبتي انا مش هعمل اي حاجه من غير انت ما تكوني موافقه. ماشي يا حبيبتي، تصبحي على خير. باي. قولي لي بقى ايه حكايه السفر فجاه دي؟ والله احمد مستعجل وهو اللي عايز كده، بيقول لي الشقه خلاص جهزت. طب على الاقل استني بعد الامتحانات اخر الترم. مش هينفع يا منى، بصراحه انا زهقت من العيشه في المكان ده، وبعدين مصاريفي بقت كتير قوي. تيتا المعاش بتاعها ما بقاش متحمل المصاريف ولا العلاج، انا بقيت احس ان بتوفر من علاجها عشان تديني اصرف. فخلاص بقى ما دام الشقه جهزت، ايه اللي هيخلينا نستنى؟ انت عارفه انا لازم ارجع المنصوره عشان الكوافير والفستان، الحاجات دي بتاخد وقت، ما فاضلش غير اسبوعين بس. الف مبروك يا حبيبتي، ولو اني هبقى لوحدي من غيرك. يا سلام، انت مين قالك الكلام ده؟ انا هاخدك تعيشي معانا، مش هسيبك هنا، انا واحمد اتفقنا خلاص. يا سلام، لا طبعا ما ينفعش، انت بتهزري. عموما يعني انا مش هسيبك لوحدي، لو عايزاني اسافر معاكي هسافر. لا يا ستي خليك انت، خلصي الكليه، مش هبقى انا وانت ضيعنا الترم، ابقي تعالي بس قبل الفرح باسبوع. انا فرحانه قوي بجد. بس انت عارفه اكتر حاجه مزعلاني ايه؟ ايه؟ تيتا مصممه ان هي ما تجيش تعيش معايا. بس على مين؟ انا هاخدها
واحمد مصمم كمان انه ياخدها تعيش معانا. يعني انت مش عارفه جدتك ما تعرفش تنام الا على سريرها وما تعرفش تشرب لبن الا من الست ام سالم بتاعه اللبن. يعني ام سالم بتاعه اللبن لو ماتت مش هتشربه ابدا. لا ده انت نسيتي اهم حاجه، جورنال الجمهوريه اللي الراجل يعني بيتعذب عشان يجيبه لها. في حد لسه بيقرا جرايد؟ ستي بس. فاكره لما اتاخر عليها قعدت تتخانق معاه قد كده وقال لها حرام عليكي يا حاجه انا باجيلك مخصوص عشان خاطر ابويا. طب انا اقوم اخد دش بقى احسن انا مش قادره وعايزه انام. قومي يا اختي. تصدق ان انت ابن حلال؟ انا كنت لسه هكلمك حالا. عسكري. تمام يا فندم. في حد دخل اوضتي؟ محدش دخل يا فندم. ولا خرج منها؟ يا فندم انا واقف الصبح محدش خرج.